كان عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عداوة له، وقد أنزل الله فيه سورة المسد في القرآن. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وكانت زوجته أروى بنت حرب أخت أبي سفيان هي التي وصفها القرآن بحمالة الحطب. ومن أولادهما درة بنت أبي لهب رضي الله عنها، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخوها عتبة بن أبي لهب فقد بلغ به الكبر والعداء أن جاء يوما إلى الرسول فشق قميصه أمام أبي طالب وملأ من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ويذكر أهل السير أنه لم يلبث أبو لهب وابنه عتبة ورجال من قريش أن خرجوا في كجارة إلى الشام، فنزلوا في مكان للمبيت، فأشرف عليهم راهب من دير وقال: إن هذه أرض مسبعة، أي مليهة بالسباع. فقال أبو لهب: أغيثون يا معشر قريش هذه الليلة، فإني أخاف على ابني من دعوة محمد. فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة، فجاء أسد يتشمم وجوههم حتى وصل إليه فوثب عليه فمزقه، فبكى أبو لهب وقال: ما قال محمد شيئا قط إلا كان. تزوجت درة من الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه، أحد أجمل الرجال خلقا وخلقا، حتى أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية أحيانا، فكان ذلك شرفا عظيما لها. هاجرت درة رضي الله عنها إلى المدينة المنورة فرارا بدينها، وهناك تعرضت لموقف مؤلم، إذ جاءت بعض النساء فقلنا لها: أأنت ابنة أبي لهب الذي قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، فما تغني عنك هجرتك؟ ذهبت درة إلى رسول الله تشكو ما سمعته، فقال لها برفق: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر في المسجد وجلس على المنبر، وقال بصوت يسمعه الجميع: ما بال أقوام يؤذونني في ذوي نسبي؟ ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. أصبحت درة محل احترام وتقدير من المهاجرين والأنصار، حاملة في قلبها وسام القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان قبل النسب. عاشت رضي الله عنها بعد ذلك ثابكة على العهد، تروي أحاديث نبوية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر العلم والخير حتى لقيت ربها، تاركة سيرة عطيرة تشهد أن الهداية قد تشرق حتى في بيت الضلال والكفر. رحم الله درية وأسكنها فسيح الجنان. إذا أعجبك هذا المقطع ادعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لتقديم المزيد من المحتويات الهادفة.